كن من أهل القرآن حقا، ولن تكون من أهله حقا بمجرد كثرة القراءة، ولا أيضا بإتقان الحفظ، بل لن تكون من أهل القرآن إلا بالعمل به، كما قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وأهل القرآن لا يراد به من حفظوه فقط أو أكثر من قراءته فقط، بل يراد به الذين عملوا بالقرآن، وهو الذي من أجله أنزل القرآن. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به، بهذا القيد: وأهله الذين يعملون به. وهذا يفيد أن من لا يعمل بالقرآن لا يكون من أهله بمجرد حفظه أو كثرة تلاوته. فكن من أهل القرآن بمجاهدة نفسك على العمل. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال غير واحد من السلف: أي يعملون به. يتلونه حق تلاوته أي يعملون به.